قللوا ساعات استحمامهم وخففوا من حرارة منازلهم وأطفأوا الأنوار في الشوارع من أجل توفير عدد قليل من الميجاوات. بينما يعيشون التراجيديا دول عربية تقتنص الفرص سعيا منها لاستغلال وضع قد لا يتكرر. تبون رئيس الجزائر يعرض على أوروبا شراء فائض بلاده من الكهرباء عبر إنشاء أنبوب بطول 270 كيلومتر يمتد من الجزائر إلى إيطاليا. وفي الوقت عينه حضرت مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج آلاف نظيفة من الميجاوات. بطارية أوروبا لقب جديد أطلقه الغربيون على الجزائر، التي تنوي أن تدخل عام 2023 واضعة نصب عينيها أهدافا لو حققتها ستنقل البلاد إلى مستوى آخر من المنافسة العالمية. قبل أن نخوض معكم في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. تسجل الجزائر نمواً سريعاً في الطلب على الطاقة على إثر التوسع في القطاعات السكنية والصناعية. نجحت البلاد في تغطية هذه التوسعات حتى وصلت إلى معدل كهرباء يزيد عن 99%، لتكون الدولة الأكثر تزويداً في الكهرباء في إفريقيا. يتم إنتاج النسبة الأكبر من الكهرباء من خلال الغاز، وهو متوفر بكثرة في البلاد، كما تحصل عليه بسعر أرخص مما هو عليه في الأسواق العالمية. تمتلك الجزائر أيضاً 13 محطة للطاقة الكهرومائية، لتكون هذه الطاقة ثالث أكبر مورد للكهرباء في البلاد بعد الغاز والنفط. كما تتمتع الجزائر بمشاريع ضخمة تنتج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية. تتولى شركة السونوغاز المملوكة للدولة مهمة الطاقة، وتقوم بمتابعة الشركات المتفرعة عنها، وهي شركات تختص في الغاز وتوزيع الطاقة والتصنيع والبحث والتطوير. تمنح سونوغاز العقود على أساس أفضل قيمة بعد مقارنة الجودة بالسعر. ومن المرافق التابعة لها شركة SPE تتولى مهمة توليد الطاقة، وتقوم شركة GRTE بنقل وإدارة شبكة الكهرباء، وتختص شركة SADEG بهندسة الغاز. أما الشركة المسؤولة عن توليد الطاقة المتجددة فهي شركة SKTM. بالإضافة إلى تطوير مجال الطاقة التقليدية، تهدف الجزائر بحلول عام 2035 إلى إنتاج 15,000 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، ما يصل إلى 65% من هذه الكمية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و23% من طاقة الرياح. ولتدير الطاقة المتجددة في البلاد، أطلقت الجزائر في عام 2021 شركة شمس الوطنية، والتي ستكون بمثابة محطة واحدة للموردين والمستثمرين الدوليين. ويعتبر مشروع سولار 1000 أول مشاريع هذه الشركة. بطارية أوروبا. تنتج الجزائر 25,000 ميجاوات من الكهرباء، لا تستهلك منها سوى 17,000 ميجاوات، لذا فإن ما تبقى تسعى إلى تصديره إلى دول الجوار من خلال الموقع الجغرافي المميز وقربها من أوروبا المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات عدة. لذا تطمح الجزائر أن تكون رائدة في مجال الطاقة في المستقبل، وهذه هي رؤيتها لعام 2023 الذي سيكون بمثابة عام الطاقة في الجزائر. وهدفان رئيسيان تنوي البلاد الوصول إليهما، الأول وهو التحول نحو الطاقة المتجددة، والثاني أن تصبح الجزائر مصدراً استراتيجياً للطاقة إلى أوروبا. ولتحقيق هذان الهدفان بدأت الجزائر مشروعين هائلين سيمثلان تحدي كبير لإمكانية الدولة لإنجازها. الأول هو الربط الكهربائي مع أوروبا، والثاني مشروع سولار الكهربائي لإنتاج 1000 ميجاوات. سيزود الربط الكهربائي إيطاليا ب9,000 ميجاوات من الكهرباء، وعلى المدى البعيد تسعى الجزائر لزيادة الرقم إلى أكثر من الضعف بشكل دائم. مشروع سولار. يسمح موقع الجزائر الذي يعتبر من أكثر الدول استقطاباً للأشعة الشمسية لأن تكون دولة رائدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وضمن رؤية الجزائر بالتزامن مع إمكانيات البلاد،
أطلقت الدولة سولار 1000، وهو أول مشروع حكومي للطاقة المتجددة، وذلك لإنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة بعيدة المدى للوصول إلى 15,000 ميجاوات بحلول عام 2035. يتوزع سولار على 5 ولايات جزائرية، وتتولى كل ولاية مهمة إنتاج رقم محدد من الميجاوات. كان من المقرر أن يطلق المشروع في العام الماضي، لكنه لم يبصر النور حتى الآن، وذلك بسبب فشل الشركات في الحصول على الموافقات الرسمية. ومن المتوقع أن تتولى الشركة الجزائرية للطاقة المتجددة شمس مهمة تنفيذه. تصل تكلفة المشروع إلى أكثر من $1,000,000,000، ويسهم في توفير أكثر من 5,000 وظيفة. برأيك، هل تنجح الجزائر في تحقيق أهدافها لعام 2023 وتتمكن من مضاعفة إنتاج الكهرباء المتجددة؟ للمزيد شاهد من هنا الطاقة المتجددة في المغرب.